السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش كمان الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الروتين بتاع النهارده كده مليان شغل. كان عندي دور برد وبصراحه كنت مكسله كده، فالمهم بقى قلت لا انا هقوم كده افوق يعني لنفسي واشوف بقى مصلحه بيتي ومصلحه ولادي. ربنا يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. فاول حاجه بقى عملتها في يومي طبعا صليت وقلت الاذكار بتاعتي اللهم لك الحمد. وكان عندي الخضار اللي انتوا شايفينه ده غسلته كده وحطيته على الصينيه وسبته كده على الرخامه، ودخلت بقى نظفت شقتي وخليتها زي الفل انا مع نفسي. وبعد كده كان الخضار طبعا نشف او اتشرب من الميه اللي انا غسلته بيها. قلت بقى احطه في المنظمات زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى هحط الطماطم، وكان في كمان خيار وبتنجان، وكنت كمان عندي بصل اخضر برضو غسلته ونضفته. وهلفه دلوقتي في فوطه واحطه في كيس، ما بيعملش اي روايح ولا اي حاجه يا بنات. المهم انك تنضفيه كويس وما تشيليش الحته اللي بتبقى فوق، يعني الحته اللي بتبقى في الراس من فوق ما تشيلهاش عشان ما يطلعش اي روايح. انا بصراحه اي خضار لازم اغسله، خصوصا لما بيكون بصل اخضر خس حاجات زي كده لازم اغسله واحطه في التلاجة نظيف. طبعا بلفه في فوطه وبعد كده هحطه في كيس، بيقعد وقت طويل عندي على فكره في التلاجة. المهم ان الخضار اللي تغسليه بتاعك عشان يقعد وقت كتير في التلاجة لازم تسيبيه ينشف من المي. خلاص بقى حطيت كمان الخيار والبتنجان، وكان بصراحه عندي بقى في التلاجة فلفل وكان عندي ليمون، يعني الحاجات النواقص هي اللي كنت جايباها بس. خلاص بقى رصيت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى جبت شنطه وابتديت احط فيها البصل زي ما انتم شايفين بعد ما لفيته طبعا في فوط. هدخل بقى المنظمات بتاعتي على التلاجة، وكنت ماليه الغساله. كان عندي بقى شويه غسيل كده قلت برضو اغسلهم، لان انتوا عارفين بقى غسيل الشتاء بيبقى كتير وما ينفعش نتاخر عليه خالص. المهم ان انا حطيت المسحوق بتاعي، وانا بقيت يا بنات بستعمل طبعا اوكسي، انا كنت بستعمله يعني من زمان، ولكن بقى الكلوركس الالوان خلاص ما عندش هجيبه. بفكر كده اجيب كلوركس الوان سايب من عند بتاع المنظفات. المهم ان انا في اليوم ده كنت حاطه بس اوكسي، لان طبعا الكلوركس الالوان ما عندش خلاص بستعمله. خلاص بقى هغسل شويه الغسيل بتوعي، وما كانوش كتار ولا حاجه. المهم ان انا غسلتهم وبعد كده نشرتهم زي ما انتم شايفين كده عشان برضو يتشمسوا. عايزه اقول لكم ان الهدوم بقت بتاخد وقت على الحبل طبعا، لان احنا بقينا يعني في جو الشتاء فبتاخد وقت. المهم ان انا نشرت الغسيل. بعد كده بقى يعني غسلت الغساله بتاعتي ونضفتها، وبسيبها تصفي من اي ميه، وبنشفها كمان بفوطه وبرجعها بقى مكانها عشان طبعا ما تعملش اي روايح. هنا بقى عايزه اعمل حاجه حلوه للولاد، وبصراحه بتبقى حاجه طعمها حلو قوي قوي. هعمل بطاطا بالبشاميل. البطاطا دي كانت عندي في التلاجة، كنت غسلاها برضو ومنشفاها وحطاها في شنطه وحطاها في التلاجة. فقلت طب انا عندي بطاطا اطلعها واعملها بالبشاميل. طبعا البطاطا ليها طرق كتير جدا جدا وبيبقى طعمها حلو على فكره، كمان البطاطا مغذيه جدا جدا. المهم ان انا هقشر البطاطا وهخلي واحده كده هعملها في يعني في وصفه تانية في يوم تاني. المهم طبعا هقشرها، بس البطاطا انا كنت غسلاها على فكره، وبعد ما هقطعها برضو هغسلها. هو ينفع ما تغسلهاش طالما انت غسلاها من البدايه، ولكن بصراحه لما بمسك السكينه واقطع اي حاجه ما برتاحش غير لما اغسلها تاني، يعني حتى لو غسلها قبل كده برضو ما برتاحش غير لما اغسلها مره كمان. المهم ان انا هشطفها كده شطفه على السريع بعد ما اقطعها. هقطعها طبعا تقطيع رفيع خالص عشان ما تاخدش سوا او ما تاخدش وقت على البوتاجاز. وهبتدي بقى اغسلها وبعد كده هحطها في حله، واحط عليها طبعا السكر بقى اللي انت حباه. انا بصراحه ما حطيتش عليها سكر كتير لان البطاطا كانت مسكره، يعني كان طعمها حلو فما رضيتش احط عليها سكر كتير. يعني السكر ده بتاعك وعلى حسب ما انت عايزه. وهحط عليها كمان نص كوبايه من الميه، وهغطي عليها وابتدي بقى اسيبها على نار متوسطه تستوي لحد ما تتهري خالص زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجه عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. خلاص بقى حطيت البطاطا زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وعلى نار بقى متوسطه، وهسيبها كده تستوي براحتها. قلت كمان اعمل البشاميل. طبعا البشاميل بصراحه بعمله بسمنه بلدي بس، ما بحطش بقى زيت ولا اي حاجه غير السمنه البلدي. حطيت 3 معالق من السمنه البلدي، يعني الماده الدهنيه قد الدقيق. بعد كده بقى انزلي بالحليب، وطبعا الحليب برضو على حسب ما انت بتحبي البشاميل بتاعك. احنا بصراحه بنحب البشاميل يكون متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. المهم ان انا يعني نزلت ب3 معالق من الدقيق، عليهم 3 معالق سمنه بلدي، عليهم كمان كيلو من الحليب، ودول كانوا معلقتين كده قشطه. وش الحليب برضو حطيتهم عشان البشاميل بتاعي يبقى طعمه حلو قوي قوي. وانزلي بقى بالسكر اللي انت عايزاه. انا نزلت بمعلقتين بس من السكر، وهنا بوريكم قوام البشاميل. زي ما قلت لكم احنا مش بنحبه تقيل قوي ولا خفيف قوي.
خلاص بقى البطاطا بتاعتي استوت، شايفين الحله كانت مليانه، طبعا لما بتستوي بتقل خالص زي ما انتم شايفين كده. المهم انك تسويها لدرجه ان لما تيجي تضغطي عليها بالمعلقه تكون طريه خالص زي ما انتم شايفين كده. ينفع تحطي طبقه من البشاميل تحت وبعد كده تحطي البطاطا، بس انا ما حطيتش لان طبعا البشاميل بصراحه انا بحبه يكون فوق كده زي ما انتم شايفين. انا هعمل البايركس وهجيب كمان طاجن برده هعمل فيه. المهم يعني ان انا هحط طبعا البطاطا، وينفع بقى تحطي مكسرات. يعني الطاجن ده انا هحط على وشه جوزة الهند كانت موجوده عندي، ينفع بقى تحطي مكسرات، ينفع تحطي اي حاجه انت بتحبيها او ولادك بيحبوها. انا عملت واحد من غير جوزة الهند وواحد زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى ببقيه البشاميل، وطبعا بولع الشوايه لان انا عندي اساسا البطاطا مستويه. يعني بولع بس الشوايه تاخد اللون الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. بعد كده ببتدي اطلع طبعا الطاجن والبايركس. شايفين بقى اللون جميل ازاي ولا الطعم؟ بيبقى طعمها حلو قوي قوي يا بنات وسهله زي ما انتم شايفين. طبعا لو حابه بقى البطاطا بتاعتك تتقطع قطع سيبيها تبرد خالص. انا عايزه بقى اقول لكم يا بنات بصراحه ان انا بحبها سخنه، يعني بحب اطلعها من الفرن كده على طول، اخد منها قطع زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى يا بنات اسفه طبعا على صوتي، لاني زي ما قلت لكم كان عندي دور برد، وانتم عارفين بقى البرد يعني بصوا مش بيروح كده بسهوله. اللهم لك الحمد، ربنا يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. المهم بقى اخدت قطعه كده هبتدي اكلها، وطبعا الطاجن بقى هغطي عليه واسيبه يعني لتاني يوم او لما البايركس طبعا يخلص بألف هنا. المهم بقى خلاص كلت قطعه البطاطا، شايفين حلوه ازاي يا بنات؟ وزي ما قلت لكم لو حابينها تتقطع قطع طبعا سيبيها تبرد خالص. المهم بقى كلت القطعه كده وهي سخنه بيبقى طعمها حلو قوي. المهم كمان قلت بقى اعمل للولاد شوكولاته نوتيلا، لانها بصراحه بيبقى طعمها حلو وبتريحني في السندوتشات، وانا طبعا عملتها معاكم قبل كده كتير. عندي كوبايه من الحليب، كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، وكيس النسكافيه ده كان عندي في درج التربو وكنت ناسيه خالص. فقلت بقى خلاص طالما الحاجه بتاعت الشوكولاته متوفره عندي ابتدي اعملها. ومعلقتين كمان من الكاكاو الخام، بس استعملي كاكاو يكون نضيف او نوعيته نضيفه عشان يديكي نتيجه حلوه لطعم الشوكولاته. انا بستعمل بصراحه كاكاو اسباني طعمه حلو قوي قوي، مجرباه في كذا حاجه وبيبقى بصراحه طعمه حلو. المهم بقى كمان نزلت بالزيت، وبعد كده بقى شايفين القوام بضربها في الخلاط لحد ما تديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم لما بتدخل التلاجة بتتقل كمان عن كده. عايزه اقول لكم يا بنات بيبقى طعمها حلو احلى طبعا بكتير من اللي بنشتريها من بره، اكيد برضو اوفر، وكمان عاملين بقى مقاطعه مع النوتيلا. فقلت كده اعملها في البيت هتريحني بقى في السندوتشات. خلاص بقى هدخلها التلاجة وفي اخر الفيديو كده هوريكم شكلها. المهم بقى وحطيتها في الكوبايه دي اساسا كانت بتاعه شوكولاته، وطبعا غسلتها وخليتها عندي، والعلبه دي كانت موجوده عندي. المهم ان انا هغطي عليهم وادخلهم بقى على التلاجة، وزي ما قلت لكم في اخر الفيديو كده هوريكم شكلهم والقوام كمان بتاع الشوكولاته. خلاص بقى دخلت الشوكولاته يا بنات التلاجة. كان عندي كمان كيس الكريسب ده، قلت كمان اجيب الكبه بالمره وابتدي اضربه، مش قلت لكم اليوم بتاعي كان مليان شغل. المهم اللهم لك الحمد، ربنا يا رب يدينا الصحه ونعمل كل حاجه كده بايدينا وما يحوجناش لحد، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي يعني كنت جايبه قبل كده معاكم برضو وكنت ضربهم في الكبه، فقلت بقى طالما كده جبت تاني ابتدي برضو اضربهم في الكبه واكمل البرطمان زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى طحنته في الكبه مش بنعمه قوي، وهبتدي برضو ادخله على التلاجة عشان زي ما قلت لكم يا بنات انا بحط البقسماط وبحط الحاجات اللي زي دي في التلاجة لانها بتقعد وقت طويل عندي. خلاص بقى نضفت الرخامه وكمان البرطمان وهبتدي ادخله على التلاجة. وانا بدخله التلاجة لقيت بقى المنظم اللي بيبقى فيه البيكنج باودر، اللي فيه النشا، اللي فيه الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي مكركب كده، وفي حاجات عندي انا يعني مش عارفه ان هي موجوده عندي، فقلت كده اجيب المنظم انظمها زي ما انتوا شايفين كده. فضيت بقى الحاجات اللي في المنظم زي ما انتم شايفين كده، والمنظم طبعا مسحته اللي هو بقى فيه البيكنج باودر، الفانيليا، الخميره. طبعا كده عرفت بقى ان انا عندي بيكنج باودر وفانيليا وخميره عشان لما اخرج ما اجيبش الحاجات دي، لاني ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عندي كميه منها. ولقيت كمان عندي جيلي وعندي كريم كراميل، وعندي بقى شويه كده صغيرين في علبه من اللبن البودره، وشويه برده كمان في البرطمان. فقلت بدل ما انا حاطه كل حاجه يعني في حاجه كده واخده كمان مساحه في التلاجة احطهم على بعضهم. لكن بقى قلت احط اللبن اللي في العلبه ده هو اللي هحطه تحت، واللي كان في العلبه او في البرطمان حطيته على الوش لان ده كان قديم، عشان اسحب منه الحاجه لما بتكون مثلا قديمه وجبتي عليها مثلا حاجه تكون جديده حطيها تحت وحطي القديم على الوش زي ما انتم شايفين كده. المهم كان عندي برضو علبه النشا وكان عندي كمان كيس نشا، فجبت بقى علبه نظيفه حطيت فيها النشا برضو الجديده تحت والنشا برضو القديمه فوق، اسحب منها بحيث ان انا اسحب الحاجه اللي كانت موجوده عندي او القديمه. بعد كده بقى هبتدي اغطي على كل حاجه وامسحها كده وانضفها وارجعها طبعا المنظم وارجعها التلاجة. زي ما هتشوفوا دلوقتي انا هنضف التلاجة اللي في الصاله بره. عايزه اقول لكم يا بنات ان التلاجة اللي في الصاله ما بيبقاش فيها يعني هلك جامد زي اللي في المطبخ، بس اللهم لك الحمد برضو اللي في المطبخ على طول منضفاها ومخليها منظمه وزي الفل. العلبه بقى اللي كان فيها كاكاو لما طبعا طلعت منها كاكاو وانا بعمل الشوكولاته لقيتها كبيره قوي على شويه الكاكاو زي ما انتم شايفين كده،
فجبت بقى علبه اصغر، قلت برضو احطهم لاني العلبه لما تكون كبيره برضو هتاخد مساحه. العلبه اللي انا بفضيها دي عندي منها 2، واحده حاطه فيها الكاكاو زي ما انتم كنتوا شايفين كده، بقى فضيته في علبه اصغر، والتانيه حاطه فيها سمنه بلدي. خلاص بقى رصيت كل حاجه في العلب زي ما شفتوا كده، هبتدي ادخل على التلاجة انضفها بقى واخليها زي الفل، وكمان هغير المفارش بتاعتها لان كانت بصراحه محتاجه ان هي تتشال تتغسل وافرش غيرها، وانا بصراحه عندي غيرها فهبتدي افرش زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. شلت بقى الارفف بتاعه التلاجة، هبتدي كده انشفها بالفوطه، وطبعا انا مش هحط ميه ولا رغوه ولا اي حاجه لاني عندي البخاخ فيه ميه، واي مسحوق جل موجود عندك او شويه صابون مواعين، بس طبعا ما تكتريش عشان ما يبقاش في رغوه عندك في التلاجة كتير. بصراحه التلاجة مش محتاجه ان انا ارغي فيها او اعملها بسبونشه، كل اللي محتاجاه ان انا ابخ فيها زي ما انتم شايفين كده من البخاخ وابتدي انشف بالفوطه. المهم بقى عايزه اقول لكم الطاجن اللي انا شلته ده من التلاجة يعني ده فيه سمنه بلدي، وكمان العلبه اللي كانت جنبي برده فيها سمنه بلدي، وفي برطمان بقى انا حطاه على الرخامه كده بشد منه، ولما يخلص ابتدي اطلع بقى واخد من اللي في التلاجة. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويملى بيوتنا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. بقى يا بنات نضفت التلاجة ونشفتها وخليتها زي الفل، هاجي كمان على الارفف اللي في الباب برده هنشفها واشيل المفارش دي هي كمان. هنا بقى يا بنات عايزه اتكلم معاكم كده كلمتين، واحنا طبعا بننضف بقى التلاجة وانتم شايفين يعني ايه اللي بعمله كده قدامكم في الفيديو. عايزه اقول لكم يا بنات انا متضايقه جدا جدا لاني حاسه ان مجهودي اللي بعمله او المجهود اللي بعمله في الفيديو، طبعا انا يوميا بعمل الحاجات اللي انتم بتشوفوها دي، ولكن لما بتكوني بقى بتعملي كده وعايزه تطلعي احسن حاجه لكل اللي بيشوفوكي وتلاقي مفيش تفاعل منهم ولا لايكات ولا مثلا كلمه كده في الكومنتات، فطبعا بتتضايقي. فاتمنى لو انت بتتفرجي على الفيديو يا ريت تحطي لي اللايك، ويا ريت كمان تنضمي لعيلتنا الجميله وتشتركي كده في القناه عشان تكبر وتفرحيني. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. انا بتكلم معاكم يا بنات عشان انتوا طبعا عيلتي واخواتي واصحابي، فبتكلم معاكم كده من قلبي. اتمنى طبعا ما تزعلوش، واتمنى كمان تشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم طبعا في الفيديوهات اللي بنزلها. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى يا بنات خليت التلاجة كده تلاجة عروسه زي ما انتوا شايفين كده، غيرت المفارش ونضفتها وخليتها زي الفل. لمعتها كمان من بره، الفريزر برده نضيف ومرصوص فيه كل حاجه بنظام، يعني مش محتاج ان انا اعمل فيه اي حاجه. بعد كده بقى دخلت على الجزامه برده عايزه انضفها كده واشيل بقى الحاجات اللي هي صيفي احطها في يعني من تحت، والحاجات اللي هنستعملها بقى في الشتاء زي البطاط ارفعها فوق على الرف من فوق زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الجزامه دي بصراحه شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، ولكن الفتحات اللي في الباب بصراحه بتدخل تراب كتير، فلازم من وقت للتاني انضفها زي ما انتم شايفين كده. المهم ان انا جبت الفرشه ونضفتها بقى وشلت منها التراب، وابتديت بقى ارفع البطاط كده زي ما انتم شايفين، لان طبعا الحاجات دي بتتلبس في الشتاء، وطبعا بقى الحاجات بتاعه الصيف هبتدي انزلها تحت يعني في الرف اللي تحت. المهم ان انا خليت الجزامه زي الفل ورصيت كل حاجه بنظام زي ما انتم شايفين كده، وبعد طبعا ما هرص برده الجزامه همسحها وانضفها وابتدي بقى اكنس مكان الشوزات. يعني الشوزات نزلتها كده حطيتها على السيراميك فاكيد طبعا وقعت تراب، فهبتدي كده اكنس زي ما هتشوفوا دلوقتي، وابتدي كمان المع السيراميك. عايزه اقول لكم يا بنات طول ما انت منظمه الحاجه بتاعتك بيبقى شكلها حلو قوي قوي. المهم بقى نضفت الجزامه زي ما انتم شايفين ورصيت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، لمعتها كمان من بره وخليتها زي الفل. ابتديت بقى اكنس السيراميك، طبعا شقتي عندي نظيفه وزي الفل، والولاد كمان اتغدوا وحلوا بالبطاطا اللي انا عملتها. المهم بقى قلت كده انضف مكان بقى الشوزات، حطيت طبعا معطر كده وابتديت بقى امسح السيراميك. انا تانية السجاده لان الشقه نظيفه زي ما قلت لكم، فكل بس اللي محتاجاه ان انا انضف مكان ما كنت بنضف التلاجة وكمان الجزام. خلاص بقى نضفت السيراميك بتاعي، طبعا هسيبه بقى ينشف وبعد كده هبتدي افرد عليه السجاد. هنا بقى حبيت اوريكم طبعا الشوكولاته واوريكم كمان القوام بتاعها، عايزه اقول لكم تحفه. هجيب طبعا كان عندي فينو، حطيت في الفينو كده زي ما انتم شايفين، وكان عمر بصراحه واقف جنبي. عندي عمر بيحب النوتيلا، لما بعملها بصراحه بيطلب ان انا اعمل له منها سندوتشات على طول، فعملت له بقى قطعه الفينو زي ما انتم شايفين كده وبالف هنا. ايه رايك يا عمر؟ قال لي حلوه قوي يا ماما. المهم طبعا جربوها يا بنات ان شاء الله هتعجبكم، مكوناتها بسيطه جدا جدا. ولحد هنا احبابي الفيديو بتاعي هيكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش كمان الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. قلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه كده يا بنات لان اليوم بتاعي كان طويل وكان كله شغل، فاللهم لك الحمد خلصت كل اللي ورايا، اقعد بقى اشرب كوبايه النسكافيه. ما تنسوش اللايك احبابي، بحبكم في الله. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.